أهلا بكم. وما زلت مع ضيوفي من حركة تمرد فلسطين لإسقاط حكم حماس في غزة، الدكتور أحمد الأفغاني. أهلا بيك مرة تانية دكتور. وأهلا الأستاذ سري عرفات، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والأستاذ خالد جودة، أهلا بحضراتكم مرة تانية. كان الأستاذ خالد بيتكلم قبل الفصل على طول الحقيقة على ظاهرة غريبة من نوعها، وهي أو يعني موقف غريب من نوعه، وهو إغلاق كل الصحف في غزة. حضرتك كنت رئيس تحرير لجريدة الصباح اللي أيضا أغلقت في غزة، وكنت مؤسس أو من مؤسسي نقابة الصحفيين هناك يا أستاذ سري. يمكن الحالة الإعلامية من أول يوم سيطرت فيه حركة حماس على قطاع غزة قامت بمصادرة كل الصحف في قطاع غزة، وأغلقت كل الإذاعات التي كانت تصدر في قطاع غزة، وأبقت فقط على الإذاعات اللي تابعة لحركة حماس، إذاعة الأقصى وتلفزيون الأقصى. وأصدرت عملت لنفسها ترخيص فيما بعد سمت جريدة اسمها جريدة فلسطين، تصدر الآن ناطقة باسم حركة حماس في قطاع غزة. أغلقت صحيفة الصباح، صحيفة الكرامة، أغلقت إذاعة الشباب، إذاعة العمال، أغلقت تلفزيون فلسطين الرسمي، ومنعت الحريات. ذهبت إلى إغلاق نقابة الصحفيين وسرقتها، وقامت بتعيين مجلس إدارة معين تعيين من أجل إدارة قطاع غزة. هذا الوضع وهذه الوضعية تعيدنا يعني إلى العصور الوسطى، بأنه لا صوت هناك ولا صحافة ولا ممارسة لحرية الرأي ولا التعبير. قامت مؤخرا بإغلاق قناة العربية وإغلاق مكتب وكالة معا للأنباء، وأيضا يعني تمنع حرية العمل الصحفي. لا يوجد كاميرا صحفية في قطاع غزة، لا يوجد صورة عن الحدث الحقيقي في قطاع غزة. كل من يحاول أن يمارس العمل الصحفي يقمع، كل من يحاول أن ينتج موقع إلكتروني يقمع، كل من يحاول أن يضع لايك على الفيسبوك يقمع، كل من يكتب رأيه أو تعليق على صفحة الفيسبوك يقمع. حركة حماس شكلت معمل إلكتروني من خبراء من قبلهم لمتابعة النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مواصلة اختراق المواقع الفيسبوكية في محاولة منها للسيطرة على الأوضاع وتطور التكنولوجيا في قطاع غزة. قاموا في منع يوم 11/11 قاموا في منع الانترنت من قطاع غزة بالمناسبة، وأيضا أوقفوا التحميل على اليوتيوب في قطاع غزة. هناك سلسلة من الممارسات القمعية تمارسها حركة حماس في قطاع غزة، وعلى رأسها ما زالت تمنع دخول جريدة القدس، هذه الجريدة العريقة التي تصدر لها أكثر من 60 عاما، تمنع من إدخالها قطاع غزة. جريدة القدس كانت تصدر قبل مجيء السلطة الفلسطينية، كانت تصدر من القدس قبل مجيء السلطة الفلسطينية، مؤسسة من 61، وبدأت حركة حماس تمنعها من دخول قطاع غزة. وهي جريدة تصدر أصلا بترخيص من إسرائيل، تحت تخضع، لأنه في القدس تخضع تحت السيطرة الإسرائيلية، فبالتالي ماخذة ترخيص من إسرائيل مش من السلطة الفلسطينية. وحماس حركة حماس تمنع نشر جريدة القدس في قطاع غزة. هذه الصورة القمعية للإعلام الفلسطيني التي تمارسها حماس. ممنوع الصحفي، ممنوع يكتب رأيه، ممنوع يعبر عن رأيه. أنا تم اعتقالي بالمناسبة لمدة 60 يوم في زنازين الأمن الداخلي. تعرضت ده كان إمتى بقى؟ ده كان إمتى يا أستاذ سري؟ من كم سنة؟ من قبل 4 سنوات. من 4 سنين. أنا حابب أحكي لأبناء شعبنا عن شكل الاعتقال، هذه الإهانة التي يتعرض إليها الفلسطيني، هذه الإهانة التي يتعرض لها المناضل، هذه الإهانة التي يتعرض لها شبابنا عندما يتم اعتقالهم. هناك ممارسات قمعية وإرهابية لا يمكن أن يتصورها العقل البشري يمارسوها من يغتصبون قطاع غزة في هذه الزنازين العفنة. ابن شعبنا الفلسطيني عندما يتم اعتقاله يأخذ رقم ويحول إلى رقم ولا يرى الشمس.
مش يرى الناس اللي بيحققوا معاه، يتم تعصيبه ولا يرى الشمس، ويعامل بإهانة قذرة ويضرب على مدار الساعة، حتى أظافرهم يخلعوا ويضربوا ويمارس عليهم أبشع الممارسات القمعية التي لا يتصورها العقل. أنا سمعت عن قمع في غنتنمو، لا يعني ممكن استيعابه، أما قمع حماس في داخل غزة وتعذيبهم للمقاتلين وللمناضلين لا يمكن استيعابه. أنا اعتقلت في زنازين الاحتلال الإسرائيلي 5 سنوات، لا تشكل في حياتي أي شيء. ال60 يوم اللي اعتقلتهم من حماس شكلوا كل لحظة في حياتي، أشعر بالألم، أشعر بالمعاناة، أشعر بالظلم وبالقهر، لأنه مورس من قبل أبناء شعبي ومن قبل من يدعون أنهم رفقاء في النضال، وهم بالحقيقة حماة لحدود إسرائيل في داخل قطاع غزة ويحرسون حدود إسرائيل. ويخرج علينا الزهار وهنية ويقول لماذا يتمرد هذا الشعب؟ بالأمانة مش عارفين ليش بتمرد الشعب؟ اسألوا روحوا عن ممارسات عملائكم، عملاء الاحتلال الإسرائيلي في الأمن الداخلي، واسألوا مين اللي بيعذب أبناء الشعب الفلسطيني في الأمن الداخلي، ستجدون هم عملاء إسرائيل وهم يعرفون الحقيقة. ونحن هنا ليس في مجال نشر الأسماء ولا في مجال كشف الأسماء، ولكن نحن عندنا الحقائق كاملة. من يقوم بتعذيب أبناء شعبنا الفلسطيني في زنازين الأمن الداخلي في معسكر أنصار هم عملاء إسرائيل. تمام. هذا الواقع الصعب اللي بيعيشه أبناء قطاع غزة، وحان الوقت لأن نكشف للعالم الحقيقة وأن نعلن نحن نعارض حركة حماس وسنبقى نعارضها حتى إسقاطها، حتى إسقاطها ورفع الظلم عن شعبنا ووحدة الوطن الفلسطيني. هذا التاريخ وهذا الدم وهذه الحضارة الفلسطينية التي شوهت والتي يعني تم تدميرها بحكم إرهاب حركة حماس وممارساتهم القمعية في قطاع غزة. تمام. طيب أنا عايزة بس أقول للمشاهدين أنه زملائي في الإعداد اتصلوا بالأستاذ موسى أبو مرزوق، رفض أنه هو يعمل مداخلة معانا، واتصلوا بالأستاذ طاهر النون وقال لهم كلموني كمان شوية، ولكن بيطلبوا دلوقتي مش بيرد، وده للعلم فقط. طيب أنا عايزة أختم مع الأستاذ خالد لأنه للأسف وقتنا انتهى، ولكن وهيبقى تعقيب الحقيقة أو يعني سؤال استنبطته من كلام الأستاذ سري. حضرتك عايز تضيف حاجة سريعة؟ أنا بدي أتحدى حركة حماس إذا تسمح لأبناء شعبنا بالتظاهر في قطاع غزة. أنا غدا سأكون في قطاع غزة من أجل قيادة المظاهرات ومن أجل التضامن مع أبناء شعبي ومن أجل أن أقود مظاهرات حملة تمرد من شارع عمر المختار في قطاع غزة ومن مخيم جباليا ومن مخيم رفح ومن الشابورة. نحن نتحداهم إذا سمحوا حتروح بتقول فورا غدا سأذهب إلى قطاع غزة إذا حركة حماس تسمح، ونحن كل قادة التمرد في جميع أنحاء العالم سننزل إلى قطاع غزة. المفروض كتائب عز الدين القسام إذا كانت كتائب وطنية أن تخرج من أجل حماية أبناء شعبنا وليس من أجل قتل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتهديد بإطلاق الرصاص عليهم. حان الوقت لوضع النقاط على الحروف، وحان الوقت لأن يعلو صوت جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ولا صوت يعلو فوق صوت المتمردين، صوت الذين ظلموا وقهروا وعذبوا في سجون حماس. من هنا انطلقت حملة تمرد، ومن هنا كان صوت المتمردين يعلو في جميع أنحاء العالم، وسيبقى صوتنا عاليا حتى إسقاط حركة حماس الإرهابية التي تمارس القمع والقتل والظلم بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.